بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. شوفوا اخوان، اليوم اريد اراويكم يعني هذا الحمل مال هاي الاستعمرانة. هاي استعمرانة العام تقريبا 10 أثوقة حملت، السنة بس 4. صحيح أنا هملتها ما سمدتها، لكن قلت خليها خفيفة. العام صار الحمل مالها ثقيل كلش، قصينا من عنده تقريبا 3 أو 4، وظلا قلت لكم 8. خليتها على هالترتيب هذا. هسه هي حلوة ما بيها إشكالات، ونعمة يعني. هذا اللي تشوفونه هسه هذا احنا نسميه الشمري بلغة الجنوب. طبعا اكو شغلة، الاميلس انا ما موجود، صابغين هذا السياج الخارجي من الداخل، صابغينه بابيض. طبعا هو العامل من يجي ما عنده ذيك الثقافة للأسف. يعني جيت لقيت شغلات يعني والله يعني أنا حقيقة ضجت يعني. تفضل يعني شوف هسه هاي النبتة المتسلقة، شوف يعني ما مخليها على صفحة، ما حاط لها في وسط قماش، ما حاط لها جاي هاي تفضل. هاي جهنمية من جوا هيك. ما أعرف يعني أنتم يعني شنو هذا يعني. هو العمل، ترى العمل مرات هم ذوق. تفضل زين، هاك تفضل هاك. أنا جهنمية حلوة والله، واحد يوقف يمها. عندي هاي هاي سدرة، طبعا ما يخلوني أجيسها بالبيت، زارعينها ويعني محلفيني انهم ما اجيسها. يا خل اقلمها تقليم جائر، هذا وقت النمو مالها. شوف هسه هذا من هذا وقت نمو بيها، دفع حلو يصير، مخلينها. السيقان مالها رفيعة، شوف شلون ضعيفة، وهاي صار لها تقريبا 2 سنين. رابطينها بهاي الخيوط، رابطينها منا، رابطينها هاي حاطينها قصة، هاي حاطينها منا، هاي رابطين. واذا تقول له بالك ما اعرف شني انا بوعدها اضحك، ما لي غرض، ما اجي اقول لهم انتم بعد هاي معرفتكم خلوها. هذا السياج صح هو حلو، جايب فد شيء جميل. هذا اني فسائل عندنا هنا ايضا مال اغلبها شويثي، يمكن بس هاي بالتجوزية. هاي شويثي، هاي شويثية، هاي شويثي اسود، هاي الزرقاء مياسي. وعندنا يعني عندنا هاي شويثية، هاي شويثية، هاي شويثية. تذكرون قبل فترة اخوان قلت لكم انا راح ازرع نوع مال البرحي. هذا هو واحد من الاخوان يقول لي: يا معود وين تجيب لك عمر؟ شوف هسه حتى هاي ما قدر يشيلهن ويشتغلهن يعني، مع الاسف. طبعا انا حتى اولادي مو كله هاي يعني عندهم اهتمامات زراعية. بس مع هذا انا اليوم الصبح قعدت وشفت هذا المنظر ما عجبني، لذلك راح بعد ما ارجع من الدوام راح اشتغل. شوف هاي يعني هسه هذا شوف كبرها يعني كبيرة. هذه صار بيها ورقتين، وهاي هذا برحي انا مخليه. اريد اشوف شنو يعني من ازرعه، خليه يكبر، اخذه هناك للمزرعة اشوف وضعه. هذه زين، هذا قلمناه تقليم جائر يعني كلش هذا، بس هو طلع الحمد لله يعني، رغم احنا كنا مأيسين من عنده. هاي اليوم الخضراوية قلت لكم عليها، هاي ما يعني حملت السنة.
أيضا هم ما اهتميت لها، انشغلت عنها، هواي انشغلت عنها. أتفضل. بيها هاي يعني فسائل هواية، وأنا ما أريد أقصهن وأخرهن عنها. هاي أيضا الشويثية الصفرة، هاي بس 2 عذقين، هاي رواكيب بيها هواي. أنا هم ما أجيسهن، أخليهن يعني كبرا وأشوف فيني وضعهن، بس هن يعني للبيت. هو هذا ما احنا هذا أغلبا ناخذ رطب، ما حتى ما نخلي يصير تمر رطب للبيت. هذا شوف منظر جميل، هذا منظر جميل. هي طبعا هاي تشوفون هسه أراويكم. هاك شوف، هي هاي نافورة، هاي أبويتها، هاي أبويتها وتأسيساتها. نافورة جميلة كانت. على يوم أطلعها لكم وأقول لكم شوفوا شلون وصلت الأمور. هذه شجرة بسيطة، هاي تينا قلت لكم قبل فترة، وطلعت لكم قبل فترة. هذا المكان كانت هنا بدفلة، بس الدفلة صارت كبيرة ومشعبة، ويعني ما عجبتنا، قلعناها. وهسه راح اليوم باكر هذا كله حفرة، هاي جذورها راح نجيب برينة، والبرينة من هاي مال حفر الأراضي، ونشلعها. هاي ياسة، وهذه أيضا كاسية صغيرة إن شاء الله تكبر. بس هو هذا الصبغ أضاف منظر حلو للحديقة. هسه واحد يقول هذا ماكو مكان بصف السياج، ليش تزرع؟ هذا ما كان موجود، هذا السياج اللي بصف هذا بعدين بنيناه. كان مسافة هناك بعد 5 أمتار اكو فسيل مال نخل كبير بقده تقريبا، او بقد هاي. هذا كان موجود هناك. هذا مولد، مثل هذا المولد مال الغاز، شوية مبيريته قوية. تدرون كان احنا الكهرباء ضعيفة او تنقطع يعني بالصيف. بس مع هذا واحد برا عندنا واحد، وشي يعطل وشي. بس انا الشيء الجميل اللي عندي هو هاي حبايبي، هاي الحديقة. شوف هذا هسه هنا اكو نعناع، شوف ريحته شقد طيبة من الصبح. هاي هنا هذا ورد جميل. ربي يحفظكم، وإن شاء الله تكون عندكم حدائق جميلة تتمتعون بها. شوف هاي المساحة، أنا ردت أطلع لك مساحة. هذه حديقة يعني ممكن أنت تقدر حتى تسوي لك بها مناسبة. يعني شوف احنا على مود دائما هنا نطلع نفرش هنا، خاصة بأيام الشتاء الشمس حلوة، نتغدى هنا. بأيام الصيف واحد يتعشى هنا بيها. والله يعني شغلات، يعني هاي أضوية ودقم كلها أريد أعيدها وأكملها مثل ما كانت قبل. كانت نافورة، هاي هنا نافورة اندثرت. هاي شوف نافورة صغيرة، هاي جوها راحت جوها، يعني هسه ما أشوفها كونها من حجر. إذا أجيب نافورة غيرها كبيرة شوية، يعني على شكل تمثال، خليه هنا يضيف شيء جمالي حلو. ربي يوفقكم، وإن شاء الله فيديوهات جديدة بالمستقبل. شكرا جزيلا.